وخلينا نقول البطوله رقم 45 الحرام في تاريخ النادي الاهلي. ما هم هيقولوا كده، هيقولوا بطوله حرام، ومفروض الدوري ده اصلا كان يبقى بتاع بيراميدز، واصل لو اتخصم الثلاث نقط، واصل لو رحنا، واصل لو جينا، والايه والحبشتكنات والافلام اللي احنا متعودين عليها منهم على طول. يعني هم على طول بيتكلموا بنفس الطريقه دي، على طول ما عندهمش غير الاسلوب ده ان هم يقولوه، ما عندهمش ان هم يشوفوا هم فاشلين في ايه والاهلي ناجح في ايه عشان يغيروا فشلهم ده ويخلوه نجاح ويقدروا يوصلوا لحاجه. لا، هم ما يعرفوش يعملوا كده. هو لازم يطلع المشكله في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي هو اللي بياخد البطولات الحرام. فهو مثلا لما كان بيطالب بحكام اجانب وبيقول لولا العداله التحكيميه ولولا التحكيم المصري الزمالك كان زمانه في حته تانية، مش عارف هي فين، يعني كانوا هيخشوا السجن تقريبا، كان زماننا في حته تانية وكان زماننا في حته تالتة وحته رابعه واعطوا الزمالك العداله التحكيميه وشوفوا ترتيب الدوري هيبقى عامل ازاي. طيب ماتش الاهلي والزمالك عايزين حكام اجانب، لا احنا متمسكين باللعب بحكام مصريين عشان معناش فلوس. طب رابطه الانديه هتدفع فلوس، لا اصل اتحاد الكره ما لحقش يجيب حكام والفتره اللي فاضله مش كفايه عشان نجيب. ده ملخص الكره المصريه. فعشان كده انا من الاول بقول لك اه يا عم هو الدوري 45 الحرام ماشي، هم 45 دوري حرام، يعني ال 45 سنه اللي الاهلي خد فيهم الدوري من اصل 60 او 65 اصلا بطوله، انت ما عرفتش فيهم ولا مره تاخد حقك وتلغي الدوري الحرام اللي النادي الاهلي واخده.